صباح الخير وصباح النور وصباح الورد وصباح الياسمين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويا ربي يلقاكم هذا الفيديو كلكم في احسن الاحوال. لقيتوني غادي نخرج، غادي غنمشي نكمل داكشي اللي باقي ليا. باغا ناخذ شي زريبيات للبيت النعاس، ناخذ الريدو. عرفتش واش غندير ستور ولا غادي ندير ولا غادي ندير ريدو. المهم انا غادي نشوف، لان عندي واحد المشكل عندي في الشارجم، دابا نوريه لكم. ما عرفتش واش غيجيني فيه السطور ولا غيجيني فيه الريدو. المهم انا غادي نشوف مع المعلم، ونشوف مع الطابيسي، ونشوف شنو غادي يقول ليا. ومن بعد غادي نشوف شنو غادي ندير، وغناخذ شي زريبيات للبيت النعاس. وما عرفتش فين غادي نمشي، واش غنهبط لدرب عمر ولا نمشي للقريعه، ما عرفتش. المهم انا ديما حتى كنطلع للطوموبيل عاد تنقرر تنشوف ديما البنات. كنشكر الناس اللي خلاو لي لي كومونتير على بيت النعاس، على الفيديو الاخر اللي لحت. كنشكرهم بزاف. سولاتني على النمره، ما عرفتش واش النمره ديال الطابيسي او لا ديال مول الالومنيوم. انا مول الالومنيوم فاش كنت كندير المونتاج الفيديو راني نسيت، ما حطيتش النمره في دايزه في الفيديو، نسيتها. عرفتي في المونتاج نسيتها بزاف كاع. المهم راني خليتها في اول تعليق مثبت، خليت النمره ديال اللي صوب ليا البلاكار. وبالخصوص للطابيسي، راه النمره ديالو راه كاينه في الافيش ديالو، ديال اللي داير هو في المحل ديالو. راه شاده انا السميه ديالو والنمره ديالو اللي بغى الطابيسي. اما بين غادي نخليكم، غادي نمشي نخرج دابا ان شاء الله، نقضي بزاف ديال الاغراض. ومن بعد ان شاء الله الا كان شي حاجه زوينه غنصورها لكم. راني تنقول لكم الا كان شي لقطات زوينين راني غنشدهم لكم ان شاء الله باذن الله. وداكشي اللي خديته للبيت النعاس راني غادي نشاركو معكم ان شاء الله. يلا خليكم معايا. وهنا البنات مع كنت خرجت في الصباح، كنت مشيت انا وراجلي. دزنا تغدينا في درب غلف. كتعرفوا درب غلف كاينين موالين الحوت تما. المهم دزنا تغدينا من تما، عاد مشيت للقريعه، لان ما مشيتش لدرب عمر. كنت بغيت نمشي لدرب عمر على قبل الريدوات، ولكن فكرت عاوتاني غادي يمشي ليا الوقت. يعني خاص الزرابي ما كاينينش تماك فين غادي نشريهم. فقلت نمشي للقريعه وناخذ كلشي من القريعه. وفعلا نيت هنايا عند مول الزرابي اللي خديت من عنده، دوك الزرابي ديال بيت النعاس. المهم ما بغيتش نشد هاد الجهه هادي، ما بغيتش نشد كلشي، كانوا عنده الناس، ما بغيتش نشد الناس معايا تما في الفيديو. وهنايا خديت من عنده الزريبيات البنات. المهم انا خديت من هاد الشكل هذا. المهم نتوما راه العبار اللي كتبغيو راه تيقطع لكم منه. ما انا قطع ليا العبار اللي بغيت. فهمتوني يعني. راه ما خديتش انايا دوك الزريبيات اللي كيكونوا فيهم ثلاثه، لان انا ما عنديش ليسباس بين الناموسيه والماريو. هذيك عراضين ما بغيتش ناخذ. فانا خديت القياس ديالي اللي في الجناب ديال الناموسيه. ومن بعد يعني الا بغيت نزيد من داك الشكل نزيد نعطيه العبار، وغادي يقطع ليا داك الشيء اللي كاين عندي بين الناموسيه والماريو. هنا البنات دزت لعند مول الريدوات عاوتاني. المهم هاد الريدوات تيقولوا لهم الخيال. المهم هذا درت في القريعه كامله. المهم هادو هما اللي عجبوني. ما يعني ما لقيتش شي حاجه اللي احسن منهم من هذا الشكل. هذا هو اللي، وفيه الالوان نيت، الالوان الترابيه اللي انايا دايره في البيت. يعني ما بغيتش نخرج على هذا لو تيم هذا، ما بغيتش نخرج على هذا اللون ونبقى غير نشارجي في البيت بالالوان. المهم عجبني هذا، خديته من عند هذا السيد هذا. المهم عنده شكيلات زوينين، ما بيهمش ديال الصالونات وداكشي، ولكن عنده حتى هذوك ديال ديال البيت النعاس. المهم اللي خديت من عنده غادي نشاركهم معكم. فجا الطابيسي ركبهم ليا، يعني ما خداوش ليا الوقت. حيت انا عندي البنات، عندي الشرجم الكاش ديال الريدو اللي عندي في الشرجم، عندي خارج شي شويه بواحد، خارج واحد 10 سنتيم ولا تقريبا ما كاملاش. المهم داكشي علاش كنت ما بغيتش ندير داك السطوغ باش ما غادي يعنكش ليا سميتو، غادي يعني ما غيجينيش هو هذاك. هانتوما كما تشوفوا هذيك البلاصه اللي خارجه عندي د الكاش، خارجه عندي شويه بشي 10 سنتيم تقريبا ولا ما كاملاش.
المهم درت انا هذا الريدو هذا، وعندي هذاك الفاس عندي فيه البلاكار قريب للشرجم، يعني ما عنديش فين ندير الريدو اللي غليظ نديرو من هنايا ونديرو من هنايا. فانا درتو غير من واحد الجنب البنات، يعني وراه عندي الريدو تيهبط، يعني ما محتاجاش المهم انايا درت هذا باش نردو غير على الجنب، يعني غادي يبقى يتشد غير في الجنب. مازال ما خديتش ليه نسيت ما خديتش ليه داك النهار فاش خديتهم، فاش كنت نهار الخميس في القريعه، ما نسيت ما خديتش ديك اللي كتشد بها هذا الريدو في الجنب. انا عاجبني داك الشكل اللي يتشد غير في الجنب بوحدو، ويبقى هذاك الرقيق يبقى هابط. نتوما البنات الشكل اللي درت ديال الزريبيات هذا الموديل حتى هو فيه الالوان اللي عندي في الراس ديال الناموسيه، الثوب ديال الناموسيه، وفي الثوب ديال الريدو. وخليتو البنات خليتو يعني الريدو ديما خليو الريدو هابط على الارض، تيجي كلاص ما ديروهش قافز، ما تيجيش زوين، تيجي عايب، ماشي بحال ملي تيكون الريدو هابط طويل حتى الارض كما شفتوا دابا انا دايره ليه هكا واصل حتى الارض، كيجي نخوه، يعني تيجي زويون، تيعطي المنظر ديالو تيكون زوين. المهم انا باقي غادي ندير ليه ديك اللعيبه في الجنب، ما عرفتش شنو تيقولوا لها. المهم فين نبغي نشدو يتشد في الجنب. الا بغيت ندرك به الريدو، الا بغيت ندرك به الشرجم الطول هذا، راه غادي نجرو الوسط، فهمتوني. الا بغيت نحيدو راني غادي نحيدو نكحزو شويه لواحد القنيت، المهم وندير له ديك اش غنقول لكم. المهم حنا غاديين دقه دقه مع البيوت. راه سمحوا لي عطلت عليكم البيت ديال بنتي، مازال ما كملتوش، منين نكملوا ان شاء الله غادي نشاركو حتى هو معكم. نتمنى يعجبكم الافكار اللي تندير، افكار بسيطه، وغادي قلت لكم دقه دقه، لان راه ما يمكنش كلشي يدار كلشي في دقه واحده، راه بزاف. وتتعرفوا الوقت شويه صعابت، ومع كثرت المطارق. المهم انا تنقول لكم كثرت المطارق. المهم احنا غاديين مع الوقت غير دقه دقه تنكمل، واخا راه باقي عندي شي حاجات بساطين نكملهم في بيت النعاس ان شاء الله، عاوتاني توصلهم عاوتاني النوبه نشاركهم معكم. وغادي المهم غنوريكم عاوتاني شنو الحاجات اللي كانوا باقيين خاصيني وزدتهم في البيت. المهم البيت سامبل على قد على يعني ما تنبغيش ندير شي حاجه اللي غاليه اكثر من القياس ديالي، باش وما تنبغيش نخرج على هاد لو تيم هذا، على هاد الالوان هادو اللي ما يطلعوش ليا في الراس. فهمتوني البنات علاش بغيت ندوي، ما تنخرجش على هاد لو تيم هذا ديال الباج، ديال الالوان الترابيه كما تنقول لكم. ما بغاش نخرج على هاد الالوان هادو باش ما يطلعش ليا البيت في راسي. نبقى يعني الا بغيت نبدل راه غادي نبدل غير في لي كوفر هما فاش غادي نبدل، ولا دوك لي بتيت كوسان اللي كنديرو هما. هاد الكوفرلي هذا هو اللي كنت شاركته معكم، خديته من تطوان، صدق غزال البنات. عرفتو كي دابا راه مازال انايا راه ما التصوير ما عطيش الحق مزيان للكوفرلي ولا البيت مزيان باش تبان، ولكن عرفتي مباشره تيبان واعر واعر بزاف كاع. المهم راه مازال فيه واحد جوج مخدات صغيورين خاصني نعمرهم، ما عمرتهمش مازال. المهم هانتوما كتشوفوا البنات كيما شفتوا راه سامبل، يعني درت شي حاجه سامبل ويعني وما غاليينش، وفي نفس الوقت جاوني زوينين، يعني ماشي شي حاجه اللي غاليه ولا يعني شي حاجه اللي بسيطه وزوينه. هانتوما كما تشوفوا هاد الالوان اللي انا تندير عليهم هنا في لا شومبر، ما تنبغيش نخرج على هاد اللون هذا، لان ما تيطلعش في الراس البنات، ما يطلعش لكم في الراس. المهم قلبت هاد الكوافوز هذا، قلبته عاوتاني للجهه الاخرى اللي من هنايا. فاش جفيت البيت ما شاركتش معكم فاش كنت كنفرش كان حتى نوقف وتنحني وتنوقف، ما تنبغيش نشد كل شيء. وهنا البنات غادي ندوز باش نشارك معكم واحد الكيكه ديال صايبتها ديك العشيه، صايبتها ديال الشوفان. فقلت علاش ما نشاركهاش مع البنات، كتجي زوينه البنات. فيها نص كاس، ماشي نص كاس، كاس لارب ديال الزيت، فيها كاس معامرش ديال السنيده السكر البني،
فيها معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة صغيرة سكينجبير، 3 ديال الخميرات، واحد ألزا، واحد دانون فاني، و5 البيضات، وواحد الكاكاو، وعندي هنايا زلافة ديال الشوفان، وعندي 2 بنانات البنات. ملي تيكون عندي البنان بحال هكا صافي الا بقات شي حاجة تيطيب ولا صافي يعني تيبغي يطيب بزاف يولي هذا ما تيبغي حتى حد ياكلو، تنصاوب به هاد الوصفه هكا تجي الكيكه ديالها زوينه. غير هي القوام ديالها راه ما تيجيش بحال الكيكه د الفورس، ولكن هي اصلا كتجي شويه اش نقول لكم، ما بين معلكه ما بين المهم ما كتجيش بحال ديال الشكل ديال الفورس، كتجي ولكن تتجي بنينه وزوينه وفي نفس الوقت صحيه. واللي ما بغاش، واللي عنده العسل الحر وما بغاش يعني لا بغى يكمل ان الكيكه تكون صحيه 100% وما بغاش يدير السكر البني، لان السكر البني راه هو احسن من البيض بطبيعه الحال. واللي ما عنده العسل عنده العسل الحر يدير كاس ديال العسل معامرش، لان حتى البنان راه حلو ودانون حلو. فالمهم يدير نص كاس ولا كاس معامرش ديال العنبه ديال العسل، وها هي الكيكه غادي تكون ان شاء الله صحيه. وبالخصوص ملي كتبات لقيت لي الصباح حتى الصباح زوينه بزاف. المهم غنخليكم مع الطريقه. المهم طريقه سهله وطريقه عاديه، نتوما كيما شفتوا درت فيها شويه الملح ضروري باش نهرسوا ديك الحلاوه وشويه ديال الخل من بعد. المهم نصايب كلشي وغادي نديرها في المول، ندخلها الفران طيب. انا درتها في هذا الروبو هذا فين طحنتها درت المقادير كاملين في دقه واحده وطحنت يعني باش ما نضيعش الوقت، لان كان كما كتعرفوا خرجت الصباح وتغديت على برا، يعني فاش جيت بالزربه تنصايبها باش نوجدها للكوتي. وهانتوما كما تتشوفوا القوام ديالها كيفاش غادي يجي. كتجي زوينه البنات، كتجي زوينه بالخصوص اللي الا كان بالخصوص بالشوفان اللي رقيق شويه، ما ديروهاش بداك الشوفان اللي كيكون غليظ بزاف. الا كان عندكم داك الشوفان اللي غليظ طحنوه في الا عندكم الروبو ولا هذا طحنوه وديروا به، راه تتجي زوينه حتى هي. شوفوا البنات انا عندي الشوفان ما هو رقيق ما هو غليظ، جا في الوسط ومازال راني طحنتو شي شويه ودرتو في هذا المول هذا، دهنتو بشويه ديال الزبده، درت ليه شويه ديال داك الدقيق ديال الشوفان، شويه الدقيق ديالو مع كنت طحنتو في الروبو شويه. المهم بقى باش ما تلصقش ليكم. كتجي زوينه. ما كان عندي البنات درت ليها انا غير دانيت باش زوقتها في الاخر، ما كانش عندي شي حاجه ديال الفواكه الجافه اللي غندير من الفوق، فدرت لها غير دانيت من الفوق وحكيت عليها واحد دوك الباسطات ديال الحانوت، الباسطه ديال درهم حكيتها من الفوق هكا. المهم غير درت لها داك الزواق ديال الكذوب ديك الزواق ديال الكذوب اللي درت ليها صافي. ومهم هذا هو الشكل النهائي ديالها البنات. صراحه والله ما كنت اولا نصورها، غير المهم منين بديت تنحط المقادير هي تقول لي بنتي راه ماما نصور لك هاد الكيكه. ايوا صافي المهم صورتها معكم، جات زوينه جات بنينه. ولا غد لي صبح منها واحد الطرف عرفتي صبحات عاوتاني البنه ديالها اكثر من اللي كانت فاش يلا طايبه جديده. ودهنتها غير بدانيت، ما كانش عندي لا شكلاط لا. المهم قضيت بداكشي اللي كاين عندي في الدار، درت لها دانيت من الفوق وحكيت فوق منها ديك باسطه ديال درهم. نتوما تتشوفوا تجي فيها واحد القرمشه زوينه من الفوق. المهم الا ما كانش عندكم لا قرقاع لا لوز لا كوك، المهم شي حاجه باش تزوقوا المهم انا ديما تنديباني بهاد الباسطه ديال درهم باسطه ديال درهم تنحكها من الفوق بالحكاكه وتجي مقرمشه ملي تتاكلوا مع ما ديروش الشكلاط وديروا فوق منها ولا ديروا دانيط. المهم انا قضيت باللي كاين. نتوما البنات غنقطعها قدامكم، كتجي زوينه كتجي بنينه. المهم البنات وصلنا للنهايه ديال الفيديو. وبالنسبه للريدوات البنات راه فانا خديتهم نهار الخميس وجدتهم ديريكت لعند الخياط، خيطهم ليا وركبهم ليا الجمعه، ركبهم ليا البارح ديال الجمعه.
والمهم اليوم عاد درت المونتاج للفيديو باش نحطو. والمهم خليتكم على خير وبسلامة عليكم البنات، حتى الفيديو مقبل ان شاء الله. وما تنساونيش من لي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينين.